شروط الاتفاقية تسعى إلى حماية مجموعات وطنية أو عرقية أو دينية من أي أفعال إبادة جماعية أو غيرها من أفعال المعاقب عليها بموجب البند الثالث. والمحكمة ترى بأن هنالك علاقة ما بين حقوق أعضاء المجموعة المحميين باتفاقية إبادة جماعية والواجبات على الدولة وحق أي دولة طرف في السعي لطلب الامتثال من طرف أخرى. وكما أشارت المحكمة في قضايا أخرى أنه من أجل أن يقع هذا في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية ينبغي ووجود النية لتدمير جزء كبير من مجموعة بعينها. هذا يتطلب وبطبيعة جريمة الإبادة الجماعية، حيث أن الغرض من هذه الاتفاقية وجوهرها هو منع تدمير المقصود للمجموعات أو المتعمد والاستهداف أو استهداف المجموعة كلها أثر على المجموعة كله. والفلسطينيين يبدو بأنهم يشكلون مجموعة وطنية عرقية ومحمية بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية. والمحكمة ترى بأن وفقا لموارد الأمم المتحدة أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يمثل أكثر من 2 مليون شخص، والفلسطينيين في غزة يشكلون جزءا كبيرا من هذه المجموعة. وأشارت المحكومة بأن العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل عقب هجوم 7 أكتوبر 2023 والذي أدى إلى عدد من الوفيات والقتلى وأيضا دمار شامل للمنازل وإجبار قسري لأغلبية كبيرة للسكان وضرر على البنى التحتية، ضرر كبير جدا. وأرقامنا من قطاع غزة لا يمكن التحقق منها بطريقة مستقلة، فالمعلومات الأخيرة تشير إلى أن 25,700 فلسطيني قد قتلوا وأكثر من 63,000 مصاب وأكثر من 360 وحدات سكنية قد تدمرت وأكثر من 1.7 مليون شخص نزحوا داخليا. المحكمة أيضا أخذت بعين الاعتبار بيان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة الإنسانية ونسق الإغاثة الإنسانية السيد مارتن جريفيث في 5 يناير 2024 واقتبسوا عنه بأن غزة قد تحولت إلى مكان لليأس والموت. العائلات تنام في العراء ودرجات الحرارة تنخفض، والمناطق التي طلب من المدنيين الانتقال لها من أجل أمنهم قد قصفت، والمنشآت الأمنية الطبية تحت هجوم مستمر. كارثة إنسانية تتكشف أمام أعيننا. غزة قد أصبحت مكانا لا يمكن الإقامة فيه، والناس يواجهون تهديدات يومية على حياتهم ونهاية الاقتباس. وعقب بعثة إلى جنوب غزة منظمة الصحة العالمية أشارت في 21 من ديسمبر بأن هنالك 93% من تعداد سكان غزة يواجهون مستوى غير مسبوق من المجاعة مع عدم وجود ما يكفي من الطعام ومستويات عالية من سوء التغذية. نهاية الاقتباس المحكمة أخذ بعين الاعتبار أيضا بيان وكالة الإغاثة الإنسانية أو مسمى بالأونروا والسيد فيليب لوزريني في 13 من يناير 2024 واقتبس عنه. قد مرت فترة على بداية الحرب المدمرة وبعد الهجوم المروع الذي شنته حماس ضد الشعب الإسرائيلي لقد مر أكثر من 100 يوم أيضا من القلق والرعب على الأسرى وعائلاتهم، ومنذ 100 يوم القصف مستمر على قطاع غزة والذي تسبب في نزوح كبير للسكان وأجبر الناس على مغادرة منازلهم بين ليلة وضحاها وإلى أماكن ليست أكثر أمنا. من تضرر هم أكثر من 2 مليون شخص وهم إجمالي الشعب في غزة. كثير منهم سيتضررون نفسيا وبدنيا إلى الأبد، وأيضا الأطفال مرعوبون. وهنالك قد أصبحت منشآت الأونروا وطنا للآلاف من الناس وهم يفقدون لا يجدون الطعام ولا المياه. الأمراض في تفشي وخاصة بين الأطفال. هم يعيشون
في حياة مريعة والساعة تدق، وبال الأطفال أيضا هو يفطر القلوب. جيل كامل من الأطفال مروعون وسيحتاجون سنوات للتعافي. الآلاف قد قتلوا ويتموا، عشرات الآلاف لا يجدون ما قوت يومهم. التداعيات كبيرة طويلة الأمد من هذا. إن أيضا أشارت الأمم المتحدة بأن الأزمة في غزة هي تزيد عليها هذه الخطاب الذي ينزع الصفة الإنسانية. المحكمة إذن أخذت بعين الاعتبار عددا من التصريحات لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، في 9 من أكتوبر 2023 السيد يولاف جالانت وزير دفاع إسرائيل أعلن بأنه قد أمر حصارا تاما على مدينة غزة، وأنه لن يكون هنالك لا كهرباء ولا وقود ولا مياه، كل شيء سيتم قطعه. وفي اليوم الذي تلاه السيد جالانت تحدث وقال وهو يتحدث أمام جنود إسرائيل على قطاع غزة: أنا قمت برفع كل القيود، أنتم ترون من نقاتل ضده، نحن نقاتل حيوانات بشرية، هؤلاء هم تنظيم الدولة لغزة، هؤلاء من نقاتلهم. غزة سوف تعود لما كانت عليه في السابق، لن يكون هنالك حماس، سوف نقضي على كل شيء. وإذا أخذ الأمر يوما، أسبوعا، أسابيع أو أشهر، سوف نصل إلى مبتغانا، نهاية الاقتباس. وفي 12 من أكتوبر 2023 السيد إسحاق هرتزاغ رئيس إسرائيل قال وعن غزة وأقتبس: نحن نعمل ونشن العمل العسكري وفقا للقانون الدولي، وهنالك أمة كاملة هي المسؤولة. ومن غير الصحيح هذا الخطاب لأن المدنيين لا يعرفون ولا علاقة لهم بما جرى، هذا غير صحيح البتة. كان يمكنهم أن يقاتلوا ضد ذلك النظام الشرير الذي عندما انقلب عليهم، لكننا في حرب، نحن في حرب وندافع عن وطننا، هذه الحقيقة. ونحن سوف نقاتل حتى نكسر ظهورهم، نهاية الاقتباس. وفي 13 من أكتوبر 2023 السيد وزير الطاقة والبنى التحتية في إسرائيل قال وعلى تويتر وأقتبس عنه بأننا سنقاتل التنظيم الإرهابي حماس وندمره، وكل المدنيين في غزة طلب منهم المغادرة فورا، سوف ننتصر، لن يحصلوا على قطرة مياه ولا بطارية واحدة حتى يغادروا، نهاية الاقتباس. المحكمة أيضا أخذت بعين الاعتبار البيان الذي أصدر في 16 من نوفمبر 2023 والذي أصدره المقرر الخاص والخبراء المستقلين ومجموعة العمل الخاصة من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والذي أيضا دق في ناقوس الخطر. وأقتبس عنه بأن هنالك خطاب إباد جماعي يأتي من مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى. ومن إضافة إلى ذلك في 27 من أكتوبر 2023 الأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة حول القضاء على الفصل العنصري أشارت بأن هنالك قلق شديد حول زيادة خطاب الكراهية والشيطنة ونزع الصفة الإنسانية ضد الفلسطينيين منذ 7 من أكتوبر. ومن وجهة نظر المحكمة ما ذكر من الإجراءات والظروف هي كافية للخلوص إلى أنه بعض الحقوق التي زعمتها إفريقيا والتي تسعى الحماية منها هي قابلة التطبيق، وهذا فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في غزة وحمايتهم من أفعال إبادة جماعية وأفعال محظورة بموجب المادة الثالثة، وحق جنوب إفريقيا في السعي وراء التزام إسرائيل بواجباتها بموجب الاتفاقية. إن المحكمة عندها تحولت إلى اشتراطات الربط ما بين الحقوق المزعومة من جنوب إفريقيا والتدابير المؤقتة المطلوبة، وقد أخذ بعين الاعتبار بأنه وبطبيعته على الأقل بعد التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا
هي بصدد حماية الحقوق بموجب الاتفاقية، وفي القضايا الخاصة بحقوق الفلسطينيين، حماية الفلسطينيين من أعمال الإبادة الجماعية والأفعال المحظورة بموجب المادة الثالثة، وحق جنوب أفريقيا في السعي وراء التزام إسرائيل بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ولذلك الرابط موجود ما بين الحقوق المزعومة من قبل أفريقيا والقابلة للتطبيق، وعلى الأقل بعد من التدابير المؤقتة المطلوبة. والمحكمة تحولت بعد ذلك إلى السؤال المتعلق بالمخاطر حول الإلحاح والضرورة، وأنه وفقا للمادة 31 من ميثاقها المحكمة لها السلطة لفرض تدابير مؤقتة عندما يكون هنالك ضرر لا يمكن إصلاحه تسبب إلى حقوق مجموعات، أو إذا كان هنالك عدم اعتبار لضرر لا يمكن إصلاحه، ولكن سلطة المحكمة سيتم ممارسته فقط إذا كان هنالك إلحاح من ناحية أنه هنالك خطر محدق من ضرر على الحقوق المنصوصة قبل ما أن تطلق المحكمة حكمها النهائي. إن مسألة الإلحاح عندما يكون هنالك إجراءات يمكن أن تحدث لضرر قبل أن تقوم المحكمة بت في قرار نهائي، وبالتالي على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار فيما إذا كان هنالك خطر قائم فعلا في وقت النظر في المحكمة، والمحكمة فقط تنظر في التدابير المؤقتة من أجل إثبات وجود انتهاكات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأيضا أن تحدد فيما إذا كان هنالك ظروف قائمة لحماية الحقوق. وكما أشرنا بأن المحكمة في هذه المرحلة يمكنها أن تصدر حكما نهائيا حول الحقائق، وفيما يتعلق بجوهر الدعوة والبت فقط في التدابير المؤقتة. والمحكمة وفقا لقرار الجمعية العامة ل11 من ديسمبر أشارت إلى أن الإبادة الجماعية هي حق مجموعة لحقوق الإنسانية، وهي حق الحياة للإنسان، ومثل هذا المنع لهذا الحق هو يهز ضمير البشرية، والذي يؤثر على مجموعة بعينها، وهذا يتعارض مع روح الأمم المتحدة ونهاية الاقتباس. إذن مع هذه القيم التي تحاول اتفاقية الجمعية حمايتها، ترى المحكمة بأن ما هو مطروح في هذه القضية وخاصة حق الفلسطينيين في قطاع غزة للحصول على الحماية من أفعال إبادة جماعية وغيرها من الأفعال المحظورة بموجب المادة 3 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وحق جنوب أفريقيا في السعي وراء التزام إسرائيل بالاتفاقات في ما ذكر هي بطبيعتها قد يكون فعلا هنالك ضرر لا يمكن إصلاحه. وفي عين ومع المسؤولين أمميين لفتوا الانتباه المستمر إلى مخاطر من مزيد من تدهور للأوضاع في قطاع غزة، والمحكمة أخذت بعين الاعتبار للسادس من ديسمبر 2023 حيث الأمين العام للأمم المتحدة رفع المعلومات أحاط مجلس الأمن وقال بأن منظومة الصحة في غزة تتداعى تنهار، لا أحد آمن في غزة، ومع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية ومن دون ملجأ وأساسيات الحياة الوضع يائس، وحتى المساعدات الإنسانية الضرورية لا تصل. هنالك أيضا خطر انتشار أوبئة ونزوح أو احتمال نزوح كبير للدول المجاورة. نحن نواجه خطرا كبيرا من انهيار المنظومة البشرية، الوضع يتدهور بسرعة تجاه كارثة ولا يمكن عكسها على الفلسطينيين بشكل خاص وعلى المنطقة بالكامل، ويجب أن يتم تجنب هذه النتيجة بأي شكل. وفي
5 من يناير 2024 الأمين العام للأمم المتحدة ومجددا أمام مجلس الأمن قدم إحاطة حول الوضع في غزة، وأشار وأقتبس عنه: للأسف مستويات الموت والدمار المقلقة مستمرة ونهاية الاقتباس. وأيضا أخذت المحكمة بعين الاعتبار بأن في 6 من يناير 2024 في بيان أصدره الأمين العام للأونروا بعد عودته من زيارته الرابعة لقطاع غزة منذ بداية الصراع الحالي في غزة، وأقتبس عنه بأنه في كل مرة أزور غزة أرى فيه كيف زادت يأس الناس وإحباطهم. ونهاية الاقتباس. المحكمة نظرت في أن الوضع في الناس قد أدت إلى وفيات، آلاف الوفيات وتدمير المنازل والمدارس والبنى التحتية الرئيسية، وأيضا نزوح بأعداد كبيرة. وأيضا انتبهت المحكمة لأنه ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي في 18 من يناير بأن الحرب قد تأخذ أشهرا إضافية. نهاية الاقتباس. في الوقت الحالي الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا إمكانية وصول لهم للاحتياجات الأساسية: مياه وطعام والأدوية وحتى التدفئة. منظمة الصحة العالمية قد قدرت بأن 50% من النساء اللاتي يلدن في قطاع غزة من المحتمل أن يعانين من مضاعفات، وأيضا معدلات الوفاة بين الولادات والأمهات سوف تزيد بسبب الرعاية الصحية وضعف هذه الظروف. المحكمة رأت بأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة هو في خطر شديد من مزيد من التدهور قبل أن تصل المحكمة إلى قرارها النهائي. والمحكمة استدعت تصريح إسرائيل بأنها أخذت خطوات من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن المدنيين في قطاع غزة. وحتى الأمين العام لإسرائيل قد أشار بأنه الأمين العام بأن التأجيج والضرر الذي وقع على المدنيين قد يصل أو يرتقي إلى جرائم حرب. إن يجب أن هذه الخطوات يجب أن ترفع قبل وفي ضوء ما جرى. ترى المحكمة بأن هنالك حاجة ملحة وخطرا محدقا وضرر لا يمكن إصلاحه قبل أن تصل المحكمة إلى قرارها النهائي. وخلصت المحكمة ومن على أساس كل الاعتبارات التي ذكرت بأن الشروط اللازمة من أجل فرض التدابير وفقا لميثاق المحكمة قد تم تلبيتها. وطبعا حتى البت النهائي في القضية فإن المحكمة سوف تقبل تدابيرا مؤقتة من أجل حماية الحقوق التي وجدت المحكمة بأنها قائمة. والمحكمة لديها السلطة وفقا لميثاقها عندما طلب فرض التدابير المؤقتة أن تفرض التدابير بجملتها أو بجزئها من تلك التي طلبت. وفي الحالة الحالية بعد النظر في التدابير التي طلبتها المؤقتة طلبتها جنوب أفريقيا وفق حيثيات القضية، قد وجدت المحكمة بأن التدابير المشار لها قد لا تكون مطابقة لتلك التي طلبت. والمحكمة ترى بأنه فيما يتعلق بالوضع الحالي إسرائيل عليها وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وفيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة أن تقوم باتخاذ جميع الإجراءات في سلطتها وصلاحياتها لمنع منع كل الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة والتي تتعلق بقتل أعضاء المجموعة بالتسبب بضرر جسيم لأعضاء المجموعة. ثالثا التسبب بظروف تؤدي إلى الدمار الكامل أو جزئي لأعضاء المجموعة. ثالثا فرض إجراءات تؤدي المجموعة. والمحكمة ترى بأن هذه تقع عندما ترتكب وبالنية لتدمير بشكل جزئي أو كلي المجموعة المذكورة. والمحكمة أيضا رأت بأن على إسرائيل أن ترى على الفور بأن قواتها العسكرية لا ترتكب
ترتكب أي من الأفعال التي ذكرت أعلى. والمحكمة أيضا وجهة نظرها بأن إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات التي في يدها من أجل منع ومعاقبة ووقف التأجيج لارتكاب الإبادة الجماعية ضد المجموعة الفلسطينيين في قطاع غزة. والمحكمة أيضا رأت بأن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية من أجل توفير الخدمات الأساسية المطلوبة بحاجة الإلحاح والمساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة الذين يعانون من ظروف صعبة جدا. على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير والأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب إبادة جماعية وبموجب المادة 2 و3 من الاتفاقية ضد أعداء المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة. وفيما يتعلق بالتدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا وأن على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة حول كل التدابير، فالمحكمة ترى بأن لديه السلطة وبموجب المادة 87 من ميثاق المحكمة بأن تطلب من الأطراف توفير معلومات حول أي إجراء له علاقة بتطبيق أي تدابير مؤقتة فرضت. وفي هذا التدبير بعينه المحكمة ترى بأن على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد، بالتدابير التي فرضتها المحكمة خلال شهر واحد. والتقرير ينبغي أن يتم أيضا مشاركته مع جنوب أفريقيا